السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة جنة الكروشيه. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الوحدة اللي احنا شايفينها الجميلة دي. الوحدة دي مكونة من 6 أسطر. ممكن بتعمليها بأنواع من الخيوط زي ما هنعرف بعد كده. ممكن تشبكيها مع بعض، تعملي منها مفرش بسيط كده أو تكبريه على حسب الوحدات اللي انت بتعمليها. الوحدة دي مكونة من 6 أسطر زي ما قلت، وزي ما احنا شايفين مشبكاهم أنا هنا مع بعض. هي شبيهة بشكل الدانتيل حقيقي وشكلها جميل. وشبكت 4 وحدات بس، ادتني الشكل الجميل ده. ممكن بقى تكبري تعملي مفرش مستطيل مربع، ترابيزة صالون، ترابيزة سفرة، لمفرش سرير، يعني كل واحد وحسب رغبته. هنبدأ مع بعض ونشوف ايه هي الانواع الخيوط اللي احنا استخدمناها وانسب خيوط ليها ومقاس الابر اللي احنا اشتغلنا بيها. انا الوحدة دي عاملاها بخيط المنجد، كان مقاس 8 على ما اعتقد. هو في 6 و8 وفي مقاس 12. ده خيط المنجد ده كان مقاس 8، كنت شغلاه بإبرة رقم 2. أنا هستخدم نوع تاني من أنواع الخيوط، خيوط قطنية. عملت منه الوحدة دي، برضو مش وحشة، شكلها برضو جميل. دي وحدة أنا عملتها، وإن شاء الله هنشتغل العينة بتاعتنا دي من الخيط ده. ده خيط قطن. الخيط ده مصري اهو، الماركة بتاعته اسمه كارمن. اللفة 100 جرام، فيها 320 متر. وهستخدم إبرة أكبر شوية، 2.2 زي ما احنا شايفين كده اهو. نبدأ مع بعض ونشوف بأمر الله الوحدة دي هنبدأ شغلها ازاي، ونعمل بقى نشبكها مع بعض، ونشوف طريقة التشبيك هتبقى ازاي. هي ان شاء الله وحدة سهلة، وبإذن الله مش هتاخد وقت مننا. هنبدأ مع بعض ونسمي بسم الله ونشوف الشغل هيكون ازاي. وهنبدأ مع بعضينا زي ما قلت. انا هعمل العينة بتاعتي من خيط القطن ده، وزي ما قلت لكم بياناته، ده اسمه كارمن وده خيط قطن 100%. هنبدأ مع بعضينا ونعمل مع بعض عقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل عقدة البداية. بعد ما عملت عقدة البداية هرتفع عدد 11 غرزة سلسلة كده، 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بعد ما عملت 11 غرزة هاجي وهروح قافلاهم بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهاجي هرتفع 1 2 3 4. برتفع 3 بس. ال3 دول أنا هعتبرهم بمثابة أول عمود معايا. هاخد لفة على الإبرة وهدخل جوه الحلقة وهعمل تاني عمود معايا، عمود بلفة، وارجع تاني أكرر أخد لفة على الإبرة وأدخل جوه الحلقة وأسحب خيطي. بقى عندي 3 حلقات على الإبرة أهو. هاخد لفة وأطلع ب2 ولفة وهطلع ب2. هرجع أكرر لفة على الإبرة وأدخل جوه الحلقة وأسحب الخيط وأطلع ب2 ولفة وأطلع ب2. وفي نفس الوقت أنا باخد الخيط معايا عشان أخفيه جوه الشغل. هكرر تاني لفة على الإبرة وأسحب الخيط وأطلع ب3 لفات، أخد لفة وأطلع ب2 لفة وهطلع ب2، وهكذا جوه الحلقة بعمل عدد 32 عمود بلفة. تمام. أنا كده أدي 1 2 3 4 5 6 7. أنا كده عملت 7 أعمدة بلفة، وهرجع تاني أكرر
وأعمل عمود بلفة تاني، وهكذا لغاية لما أعمل جوه الحلقة دي 32 عمود بلفة. نخلصهم ونرجع مع بعض تاني إن شاء الله. أنا كده خلصت السطر الأول وعملت الحلقة بتاعتي مكونة من 11 سلسلة، وجوه الحلقة قفلتها بمنزلقة، وجوه الحلقة عملت 32 عمود بلفة مع اعتبار ال3 سلاسل بتوع الارتفاع أول عمود. وجيت بعد ما خلصت ال 32 زي ما احنا شايفين كده، دخلت في سلاسل الارتفاع في السلسلة رقم 3، دخلت فيها وعملت غرزة منزلقة، وده كده يعتبر السطر الأول. هاجي أعمل السطر الثاني، هرتفع 1 2 3 4، هاخد لفة والتانية على الإبرة. المكان اللي أنا ارتفعت منه خلاص ده كده هيعتبر عندي أول عمود. هاجي على الغرزة التانية مباشرة في العمود اللي وراها على طول، بدخل وبعمل عمود بلفتين. أدي واحد لفة، التانية، التالتة، هاخد لفة والتانية، هاجي العمود اللي وراه على طول هدخل وأعمل عمود بلفتين كمان. ادي كده يعتبر تالت عمود، هاخد لفة والتانية، وهاجي العمود اللي وراه على طول هدخل واعمل عمود بلفتين. انا هنا ال 32 عمود اللي عندي هشتغل فيهم ومش هفوت اي عمود. بعد ما عملت الاربع اعمدة بلفتين هرتفع 1 2 3 4 5، هاخد لفة والتانية، وهاجي العمود اللي عليه الدور على طول هدخل وهعمل عمود بلفتين، وارجع تاني اكرر العمود اللي وراه هعمل عمود بلفتين، وهاخد لفة والتانية، وارجع ادخل في العمود اللي عليه الدور وهعمل عمود بلفتين. ادي كده 3 عمود، هاخد لفة والتانية وادخل في العمود اللي عليه الدور واعمل عمود بلفتين. انا كده عملت مجموعة تانية مكونة من 4 أعمدة بلفتين. بعد ما خلصتهم هرتفع 1 2 3 4 5، ارتفعت 5 سلاسل، هرجع العمود اللي عليه الدور هدخل فيه وهعمل عمود بلفتين. خدت لفتين على الإبرة وبدخل في العمود اللي عليه الدور وبعمل عمود بلفتين، وهكذا هفضل أكرر أمشي وأدخل في كل عمود وأعمل عمود بلفتين بالطريقة دي. وأنا كده بكون مجاميع، كل مجموعة مكونة من 4 أعمدة بلفة، وبين كل بلفتين، وبين كل مجموعة والتانية عدد 5 سلاسل. هاجي لما أخلص الدايرة بتاعتي هلاقي في النهاية إن أنا عملت 8 مجاميع بالطريقة دي، كل مجموعة مكونة من 4 عمود بلفتين، وبين كل مجموعة والتانية عدد 5 سلاسل. نخلصهم ونرجع تاني إن شاء الله. أنا كده عملت ال8 مجاميع زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. آخر مجموعة عملتها وارتفعت عدد 5 سلسلة، وهاجي أقفل السطر التاني بتاعي، هعد 1 2 3، وفي الرابعة هدخل وهعمل غرزة منزلقة اللي بقفل بيها السطر دايما. هاجي أعمل إيه بعد كده؟ هاجي في نفس المكان اللي أنا قفلت فيه هدخل فيه تاني وأعمل غرزة حشو، وهاجي العمود اللي وراه على طول هدخل فيه وهعمل غرزة حشو، والتالت هدخل فيه وهعمل غرزة حشو، والعمود رقم 4 هدخل وهعمل فيه غرزة حشو بالشكل ده. تمام؟ أنا هنا الوحدة بتاعتي أهي اللي أنا عاملاها، أدي البداية بتاعتها من هنا أهو. أنا قفلت وارتفعت وعملت غرز حشو وبدأت هشتغل بقى في المجموعتين الأولانيين دول. أنا كده خلاص خلصت عدد 4 غرز حشو، كل عمود عملت فيه غرزة حشو. هاجي في الفراغ بتاع ال5 سلاسل وهعمل 1 2 3 4 5،
هاجي المجموعة التانية اهي، هاجي عند اول عمود هدخل وهعمل فيه غرزة حشو، والتاني هعمل غرزة حشو. تمام كده. بعد ما خلصت كده الاتنين هاجي هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ارتفعت عدد 9 سلاسل. هاجي هلف الشغل بتاعي بالطريقة دي كده، وهاخد لفة والتانية والتالتة، وهاجي هنا أنا في الفراغ ده عاملة 5 غرز حشو، هاجي في الأولى والتانية وهروح داخلة في التالتة عاملة عمود ب3 لفات. أدي لفة 2 3 4، وهاجي آخد 1 2 سلسلة، هاخد تاني لفة التانية التالتة، وفي نفس المكان هدخل وبرضو هعمل عمود ب3 لفات بالشكل ده. بعد ما خلصته باخد غرزة والتانية سلسلة. أنا كده عندي ده تاني عمود. بعد ما خلصت 2 سلسلة هاخد لفة والتانية والتالتة، وهاجي في نفس المكان هدخل هعمل عمود برضو ب3 لفات، سلسلة التانية، وارجع اكرر 3 لفات، وبدخل في نفس المكان واعمل عمود ب3 لفات بالشكل ده. ده الشكل بتاعي. هاجي هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ما خلصت ال9 هاجي أنا هنا عندي 4 أعمدة أو 4 غرز حشو، هاجي هدخل في الغرزة رقم 2 وأعمل فيها غرزة منزلقة. بعد ما عملت المنزلقة هنا في الغرزة رقم 2 وفي رقم 3 هرجع الشغل بتاعي بقى لأصله على الوش كده، وهاخد الخيط بتاعي بالطريقة دي. أنا هنا عندي ال9 سلاسل دول هدخل فيهم وهعمل عدد 12 غرزة حشو. 1 2 3 4 كده 5 6 7. أوسع شوية، حاولي ضمي كده غرز الحشو على بعض. 8 9 10 11 12. يبقى أنا هنا عملت في ال9 سلاسل عدد 12 غرزة حشو. هاجي عند العمود الأول والتاني في بينهم 2 سلسلة، هعمل فيهم 2 حشو. بين العمود التاني والتالت في 2 سلسلة برضو هعمل 2 حشو. التالت والرابع في فراغ 2 سلسلة هعمل 2 حشو. وهاجي عند فراغ ال9 سلاسل دول هرجع تاني أكرر وأعمل عدد 12 غرزة حشوة زي ما عملت في الناحية اليمين هعمل في الناحية الشمال كده. 4 5 6 7 8 9 كده 10 11 12. يبقى أنا بعد ما خلصت ادي الشكل بتاعي اهو، هيبقى بالطريقة دي. هنا 9 سلاسل فيهم 12 حشوة، هنا برضو 9 فيهم 12 حشو، وبين كل عمود والتاني 2 غرزة حشو. هروح فين بقى بعد كده؟ بعد ما خلصت هاجي انا هنا في العمود التاني عاملة غرزة حشو، هروح جاية في التالت وهعمل غرزة حشوة
وفي الرابع هعمل غرزة حشوة. تمام، ادي الشكل بتاعي اهو. في النهاية هاجي هنا فراغ ال5 سلاسل، هاجي هعمل 1 2 وهرتفع 1 2 3، بعمل غرزة بيكو وهاجي ادخل كده في ضلعين السلسلة. انا كده عملت غرزة بيكو، وارجع تاني اكمل 1 2. يبقى انا الفراغ الاول بين المجموعة الاولى والتانية عملت الوحدة دي بالشكل ده. نيجي الفراغ التاني عملت غرزة بيكو بالشكل ده اهي، 2 حشوة، غرزة بيكو 2 حشو. هرجع اكمل اول عمود هدخل فيه وهعمل 1 حشو، التاني هدخل واعمل غرزة حشوة، وادي التالت هعمل غرزة حشو، والرابع هعمل غرزة حشو، وهكذا. تمام. هاجي بعد كده اعمل ايه بقى؟ ال5 سلاسل دول، ادي 1 2 3 4 5. وهاجي اول عمود هدخل اعمل غرزة حشوة، والتاني برضو هدخل واعمل فيه غرزة حشو، وهرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ولف الشغل بتاعي كده واخد لفة 2 3، وهاجي هنا 1 هنا في 5، هدخل في رقم 3 وهعمل عمود ب3 لفات 2 3، واخد 2 سلسلة وارجع 1 2 3، وفي نفس المكان هدخل وهعمل عمود ب3 لفات. واعمل 2 سلسلة وارجع تاني اكرر 1 2 3، واعمل عمود ب3 لفات، واخد 2 سلسلة واخد لفة 2 3، وادي العمود رقم 4 ب3 لفات بالشكل ده. ادي الوحدة التانية بتاعتي، وحاجة هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهاجي هنا هدخل اول تاني عمود بالشكل ده، وهعمل غرزة منزلقة، وفي اللي وراها برضو هدخل واعمل غرزة منزلقة، واجي ارجع الشغل بتاعي بقى لوضعه الطبيعي على الوش. وزي ما قلنا هاجي في فراغ ال9 سلاسل هبدأ واعمل عدد 12 غرزة حشو، ادي 2 3 4، اضم كده على بعض كده 5 كده 6 7 8 9 كده 10 11 12. بعد ما خلصت 12 غرزة حشو في فراغ ال9 سلاسل، هاجي بين الاول والتاني من العمدان ال3 لفات في فراغ 2 سلسلة هعمل 2 حشو، وبين التاني والتالت هدخل برضو في الفراغ وهعمل 2 حشو، وبين التالت والرابع هدخل في الفراغ وهعمل 2 حشو بالشكل ده. نيجي بقى فراغ ال9 سلاسل دول هعمل فيهم 12 غرزة حشو، ادي كده 2 3 4 كده 6 كده 8 10 11 12. تمام كده. انا كده عملت عدد 12 غرزة حشوة
في فراغ ال9 سلاسل، واحاول اظبط الشكل بتاعهم معايا. هروح فين بقى بعد كده؟ انا خلصت هنا ال9، هاجي هعمل هنا منزلقة، واللي وراها هعمل حشو. هاجي وادخل اعمل غرزة حشوة وغرزة حشوة. جيت بقى هنا لفراغ ال5 سلاسل، بعمل اللي انا هعمل فيه غرزة البيكو. باخد 2 حشوة وارتفع 1 2 3، هعمل غرزة البيكو بتاعتي بالطريقة دي، واجي اعمل 2. بقى الشكل عندي بالطريقة دي، بالشكل ده. تمام كده اهو. يبقى انا هنا بعمل وحدة وبرجع الف على الظهر واشتغل، وارجع تاني على الوش اعمل دي الوحدة التانية اهي، الف على الظهر واعمل غرز الحشو وارجع على الوش واعمل غرزة البيكو. نيجي مع بعض نعمل الغرزة الوحدة التالتة. بعد ما خلصت غرزة البيكو هاجي بقى على المجموعة دي فيها 4 أعمدة، بعمل 1 2 3 4، فوق كل عمود بعمل غرزة حشو، وهاجي هنا هعمل 1 2 3 4 5. كده أنا عملت 5 غرزة حشو. هاجي المجموعة التانية هعمل كده 1 2. تمام. هاجي اعمل ايه؟ ارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا ارتفعت 9 حشو. الف بقى الشغل على الظهر، وهاخد لفة التانية التالتة، واجي عند ال5 سلاسل 1 2، وادخل في رقم 3 واعمل عمود ب3 لفات 2 3، واخد 2 سلسلة 1 2 3، وفي نفس المكان هدخل واعمل العمود ب3 لفات واعمل 2 سلسلة 1 2 3، وفي نفس المكان هعمل عمود ب3 لفات وارتفع 2 سلسلة 1 2 3، وفي نفس المكان بدخل بعمل العمود ب3 لفات، وده اخر عمود معايا في المجموعة دي. بعد ما خلصته هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 كده 9، وهاجي 1 2 وهدخل فيه واعمل منزلقة، وفي التالت هعمل منزلقة. بعد ما عملته بالشكل ده اهو، هلف بقى الشغل كده اهو. هبدأ اعمل بقى غرز الحشو بتاعتي ال12 مع الوحدة بتاعتي اهي. ادي 1 كده 2 كده 3 4 5 كده 6 7 كده 8 9 10 11 12. واجي بين اول عمود والتاني فراغ السلسلتين هعمل 2 حشو 1 2. هاجي الفراغ اللي وراه 2 حشو اهو. الفراغ التاني التالت بعمل 2 حشو
ادي كده الاربع اعمدة بتوعي اهو بالشكل ده. هاجي بقى التسعة التانيين بعمل ال12 حشو بتوعي كده، 3 4 كده، 5 6 7 8 كده، 10 11 12. بعد ما خلصت ال12 الشكل بتاعي اهو النهائي. هاجي هنا وهدخل هعمل غرزة حشو في العمود الثالث والعمود الرابع حشو، واجي بقى في الفراغ التاني هعمل غرزة البيكو بتاعتي اللي هي غرزتين حشو، وبرتفع 1 2 3 واجي ادخل في الضلعين كده اهو، واطلع بمنزلقة واكمل 2 حشو كمان. يبقى ده الفراغ بتاعي. يبقى انا اهو ده الشكل بتاعي زي ما احنا شايفين كده. وحدة اهي غرزة بيكو، وحدة غرزة بيكو، وحدة غرزة بيكو. تمام كده. فاضل المجموعتين دول هبدأ بقى اكون الوحدة وغرزة البيكو واخلصهم ونرجع تاني ان شاء الله. انا كده خلصت المجموعة الاخيرة، بقى عندي 4 مجاميع بالطريقة دي. هاجي بعد ما عملت البيكو وعملت 2 حشو، هاجي عند اول غرزة حشو انا عملتها وهدخل فيها وهعمل غرزة منزلقة. انا كده خلصت السطر رقم 3. هبدأ السطر الرابع ان شاء الله. انا محتاجة في شغلي ده ان انا اشتغل في غرز البيكو دي، فانا هعمل ايه؟ هاجي هلف الشغل بالطريقة دي. بعد ما دخلت وعملت منزلقة هدخل في نفس المكان تاني على الظهر وهعمل غرزة منزلقة، وهدخل في اللي وراها كده وهعمل غرزة منزلقة. تمام. وهاجي بعد كده اهو جات لي غرزة البيكو، هدخل في المنتصف بتاعها وهدخل واعمل غرزة منزلقة. بعد ما عملت المنزلقة في البيكو هرجع ارتفع سلسلة والف الشغل بتاعي على الوش، وهرتفع 1 2 3 هاخد لفة على الإبرة. ده السطر الأخير اللي هو ده أهو. بعد ما ارتفعت هنا ارتفعت 3 سلاسل وهاخد لفة على الإبرة، وهاجي فراغ ال12 غرزة حشو هعد 1 2 وفي التالتة هدخل وهعمل غرزة عمود بلفة 1 2 واخد لفة على الإبرة وأعد 1 2 وأدخل أعمل غرزة عمود بلفة. ده السطر ده اللي أنا هشبك فيه. بعد ما عملت العمود هرتفع 1 2 3 4 وهاجي هنا هعمل غرزة بيكو وآخد 1 2 واخد لفة على الإبرة وأعد 1 2 وادخل في التالتة الحشو وأعمل عمود بلفة. يبقى أنا بالطريقة دي السطر ده اللي بتاع التشبيك. أنا بعد ما ارتفعت في البيكو هنا 3 سلسلة وعملت عمود بلفة، أول عمود بلفة مفيش غرزة بيكو فيه، التاني هعمل غرزة بيكو. تمام. التالت أهو عملته وهرتفع 1 2 3 4 وهاجي هعمل غرزة بيكو وارتفع 1 2 واخد لفة واعد 1 2 وفي التالتة هعمل عمود بلفة. ده تاني عمود في غرزة بيكو. التالت هعمل 4 واعمل عمود بلفة. بعد ما خلصته اعمل غرزة بيكو فوق منه.
كل عمود بعمل غرزة بيكو. بعد ما بخلصها برتفع 1 2 واخد لفة على الإبرة. تمام. هاجي عند العمود ده، تاني عمود، أنا كده عندي 1 2 3 مربعات. ادي 12 عملت فيهم 3 مربعات، و1 2 3 4 عمود بلفة، 3 منهم فوقهم غرز بيكو. هاجي افوت، اجي اول عمود هنا، تاني عمود هعمل عمود بلفة وارتفع 1 2 3 4، وهاجي اعمل غرزة البيكو بالشكل ده، وارتفع 1 2 واخد لفة، واجي على العمود رقم 3 واعمل عمود بلفة، وهعمل فوقه غرزة بيكو مكونة من 4 سلسلة. وبعد كده بقفل في ضلعين السلسلة اهو، وارتفع 1 2 واخد لفة، واجي فوق العمود الاخير وهعمل عمود بلفة، وبرضو هرتفع 1 2 3 4 واعمل غرزة البيكو بتاعتي. يبقى انا كل عمود بعمل فوقه غرزة بيكو ما عدا العمود الاول. 1 2 3 4 5 6، هرتفع 2 1 2، وهاجي هعد 1 2 وادخل في التالتة واعمل عمود وفوقه غرزة بيكو. غرزة البيكو دي مكونة من 4 سلسلة، وبدخل بقفل بمنزلقة 1 2 واخد لفة واعد 1 2، وفي التالتة بدخل وبعمل عمود بلفة، وادي غرزة البيكو 3 4، وبدخل في ضلعين السلسلة بسحب كده وبطلع بمنزلقة 1 2 واخد لفة 1 2، وبدخل في التالتة اعمل عمود بلفة اهي، بدأ شكلها يبان معايا. هرتفع 1 2 3 4 واعمل المنزلقة بتاعتي عشان كده اقفل غرزة البيكو 1 2 واخد لفة، وهنا 1 2 واعمل اخر عمود معايا، واخر عمود ده انا مش بعمل فيه عمود بلفة. يبقى ده الشكل بتاعي اهو، بان بالشكل ده. السطر الاخير انا هنا عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مربعات، فوقهم 2 4 6 9 غرز بيكو اهو بالشكل ده. نشوفوا هنا اهو. تمام. بعد ما خلصنا الوحدة باجي هعمل 1 2، وهاجي هدخل في نص غرزة الحشو دي غرزة البيكو، وهعمل غرزة حشو. وبعد ما خلصتها برتفع 1 2 كده. ده شكل الوحدة بعد ما اتقفلت معايا بالشكل ده. بعد ما ارتفعت 2 هرجع تاني اكرر، اخد لفة على الابرة واعد 1 2، وفي التالتة هدخل اعمل عمود بلفة وارتفع 1 2. احنا متفقين اول عمود مفيش عليه غرزة بيكو، هاخد لفة على الابرة 1 2، وفي التالتة هدخل واعمل عمود بلفة وارتفع اعمل غرزة الحشوة مكونة من 4 سلسلة، وبدخل في الضلعين دول وبسحب الخيط بتاعي وبطلع بمنزلقة وارتفع 1 2 واخد لفة على الابرة، هعد 1 2، وفي التالتة هدخل واعمل عمود بلفة، برضو هعمل فوقه غرزة بيكو. تمام اهو، وارتفع 1 2 واخد لفة 1 2، وفي التالتة هدخل واعمل عمود بلفة وارتفع 1 2 3 4، وهعمل غرزة البيكو بتاعتي. يخلص الأذان
ونرجع تاني ان شاء الله. بعد ما الاذان خلص اشتغلت انا واحدة هنا اهو زيادة. وصلت لغرزة البيكو وعملت فيها حشو وطلعت ب2 سلسلة، وهاخد لفة على الابرة عشان برضو ايه للتذكرة تاني. هاجي عند ال12 غرزة حشو، بفوت واحدة والتانية، بدخل في رقم 3 وبعمل عمود بلفة، وارتفع 1 2 واخد لفة على الابرة 1 2 وبدخل في العمود في الغرزة رقم 3 وبعمل عمود بلفة. وهنا بقى هبدأ اعمل غرز البيكو بتاعتي. اول عمود بس هو اللي مش بعمل فيه، الاول والاخير. بعد ما بعمل البيكو باخد لفة على 2 سلسلة وباخد لفة وادخل في رقم 3 واعمل عمود بلفة، وابدأ اعمل غرزة البيكو تاني. هنقوله في النهاية عندي كام عمود اتعمل في السطر الاخير وكام غرزة بيكو عشان تعدي شغلك ويبقى مظبوط معاكي. جيت عند اول عمود وعملت عمود بلفة، ادي غرزة البيكو اهي. بدخل تحت الضلعين وبعمل منزلقة وارتفع 2 سلسلة، اخد لفة على الابرة وادخل في العمود رقم 2، بعمل عمود بلفة، ارتفع 1 2 3 4 واعمل غرزة بيكو، ارتفع 2 سلسلة واخد لفة، اجي عند العمود الثالث اهو بدخل فيه واعمل عمود بلفة وارتفع 1 2 3 4 وهعمل غرزة البيكو بتاعتي. تمام كده، وارتفع 2 سلسلة واخد لفة على الابرة، وعند العمود الاخير برضو هعمل عمود بلفة واعمل غرزة البيكو 3 4 سلسلة، وباجي اقفلها في الضلعين دول كده بمنزلقة، وهاخد 1 2 سلسلة واخد لفة على الابرة. دخلت في فراغ ال12 غرزة حشوة، بفوت واحدة والتانية وادخل في التالتة واعمل عمود بلفة 1 2 3 4 واعمل غرزة البيكو بتاعتي. تمام كده، وارتفع 1 2. تفك بس ايه الخيط شوية اهو زي ما احنا شايفين الشغل بالطريقة دي. هاخد لفة 1 2 وبدخل في غرزة الحشو رقم التالتة يعني، وبعمل 1 2 3 4 عملت العمود بلفة، وفوق العمود على طول بعمل غرزة حشو، غرزة بيكو، وهرتفع 1 2 2 دول سلسلة مسافة بين كل غرزة وغرزة، واخد لفة 1 2 وبدخل في التالتة اعمل عمود بلفة وارتفع 1 2 3 4 وباجي بعمل غرزة بيكو وارتفع 1 2. نعد كده مع بعض، هنيجي من البداية اهو. انا هنا عندي الوحدة اهي، بعد كام مربع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى انا هنا عندي 10 مربعات، فوق منهم 2 4 6 8 9 بيكو، اول عمود واخر عمود لا. تمام كده، نيجي الوحدة التانية 2 4 6 7 8 9 10. ورجعنا تاني. انا هنا خلصت الوحدة الاخيرة وقفلت منزلقة في اخر غرزة بيكو. في غرزة الحشو اللي انا عاملاها فيها رحت قافلة منزلقة، وكنا بنعد فلقينا في كل وحدة من دول
2 4 6 8 10 مربعات و9 غرز بيكو. 2 4 6 8 9 اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مربعات البيكو. 2 3 4 5 6 7 8 9 دي. وانا زي ما قلت لكم قفلت هنا في اخر غرزة بيكو، قفلت بمنزلقة، وهقطع الخيط بتاعي وهروح خفيه. ودي كانت الوحدة بتاعتنا النهاردة اللي احنا عملناها. الفيديو ده كان طريقة عمل الوحدة، وزي ما شفنا هي الخيوط اللي استخدمناها ومقاس الإبر ونظام العمل بتاعها. الفيديو القادم إن شاء الله هنشوف إزاي نشبك الوحدات دي مع بعض، وفي النهاية يدينا الشكل اللي احنا شايفينه ده. سواء بقى المربع المفرش انت عايزاه مربع، عايزاه مستطيل، تكبري تصغري، دي حاجة حسب رغبتك. ده كان فيديو النهاردة، وأرجو أن يكون الفيديو عجبكم. وإن عجبكم بأمر الله تكرما لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وكتابة أي تعليقات تحبوا تستفسروا عنها. أنا في الانتظار إن شاء الله. ألقاكم على خير بإذن الله في فيديو آخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه، وإن شاء الله نتقابل في الفيديو القادم بإذن الله، نشوف طريقة تشبيك الوحدة دي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.